عبد الرزاق حمد الله قال كريم بنزيما ومنير محمدي ما كتعرفوا والو في تسديد ركلات الجزاء. اجي نوريكم كيفاش كينشاط. واش كمل الفيديو حتى الاخر باش تعرف كلشي. ما تنساش تخلي واحد اللايك وواحد المتابعه في القناه. كما عارفين اليوم كانت مباراه بين الاتحاد والوحده، اي بين حمد الله وجواد الياميق وفيصل الفجر ومنير المحمدي. اربعه ديال اللاعبيه مغاربه كانوا لاعبين في هذه المباراه، وانتهت بفوز رفاق حمد الله بعد ما ضيع كريم بنزيما ركله الجزاء اللي تصدى لها منير المحمدي. حمد الله سجل هدف التعادل على ركلة الجزاء على طريقة بانيكا. الطريقة هذه قال في تصريح تاريخي، قال عبد الرزاق قال في أحد الأيام أنه كان مع المنتخب المغربي وتحداه منير بين يسجل على شي وحدة بحال هذه، واليوم نساه فيها وماركا على الهدف الثاني والهدف الفوز اللي جا عوض عن طريق حمد الله. الهدف اللي كان من صناعة كريم بنزيما هو اللي صنع الهدف الثاني وجا في آخر اللحظات من المباراة، وانتهت بفوز بجوج واحد. إذن في الشوط الأول كانت خاسرة الاتحاد بواحد وزيرو أمام الوحدة. وفي تقييم المباراة حمد الله جا هو رجل المباراة، وشكون اللي موراه منير محمدي بخمسة تصديات في المباراة، هو اللي جا الثاني أفضل لاعبين في المباراة. وكذلك حمد الله وصل لواحد الرقم قياسي مع الاتحاد، كيسجل في 7 ديال المباريات متتاليا، أي أول لاعب في تاريخ الاتحاد السعودي.